السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهاردة معايا عزومة جامدة جدا وهتعجبكم خالص. خليكم معايا لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم قوي. بس قبل ما ندخل في الفيديو بقى، احب اهني كل حبايبي واقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. يا رب كده يعودها علينا وعليكم بألف خير. يلا ندخل الفيديو ونشوف معانا ايه النهارده. بس برضو قبل ما ندخل في الفيديو، يا ريت بقى ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان اي حاجه جديده انزلها توصل لك على طول. طبعا زي ما شفنا في اول الفيديو كده، معايا 3 فرخات كبار كده وحلوين. جبتهم وغسلتهم وحطيتهم كده في محلول نقع. طبعا كلاتنا شاطرين كده وبنعرف ننقع الفراخ علشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفره خالص. وبعد كده جبتهم قطعتهم رباع زي ما انت شايفه. وجبت معايا بقى صلصة وحطيت عليها كل البهارات اللي انت بتحبيها. انا عملت طبعا البهارات اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، وحطيت فلفل اسود وحطيت برضو كمون وحطيت شوية من البابريكا بتدي برضو للفراخ لون حلو جدا. وبعد كده همسك بقى الفراخ بعد ما قطعتها وشطفتها تاني برضو، مسكتها كده وقطعتها بالسكينة. هفضل كده اقطع فيها لحد ما السكينة توصل للعظم. وبعد كده هنزل عليها بقى الصلصه اللي معايا دي، وهبدا ان انا ادعك الفراخ كلها. مش هخلي حته كده ما فيهاش. وبرده حتى كنت نسيت ربع كده من الفراخ، نسيت ان انا اشرحه كده بالسكينه. برضو عملته علشان التتبيله تدخل في العظم من جوه وتديلها طعم ومذاق حلو. بعد كده خلاص هسيبهم بقى دلوقتي كده على جنب خالص، هما دلوقتي كده بتتبلوا. ومعايا بقى دلوقتي كده بصل وطماطم وفلفل اخضر ومعايا شطه. همسك بقى الكلام ده كله كده، اقشر البصل والطماطم كده، هحش اللي هي الحته اللي فوق دي، والفلفل برضو كده هنضفه، والخضار اللي معايا ده كله كده هنضفه واروح كده اديله غسله نظيفه. وبعد كده نيجي بقى نشوف. ايوه كده. نغسل بقى الكلام ده كده ونيجي بقى نقطعه ونشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا. ده كان اول حاجه خالص انا بدات بيها في العزومه بتاعتي. كنا الصبح بدري جدا، قمت عيني وعبدت كده ان انا اعمل الفراخ دي، لان يعني الناس اللي احنا عازمينهم كانوا هيجوا على اخر النهار. فده وقت كافي جدا ان انا اعمل الحاجات دي، يعني ان انا اتبل الفراخ دي من الصبح وهتفضل معايا لاخر النهار. دلوقتي جبت بقى البصل كده وقطعته جوانح زي ما انتم شايفين كده، رقيق خالص. وهقطع برضو، هحط بقى عليه كده شوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح وشوية من البهارات. وهبدأ ان انا ادعك في البصل برضو. اعتمد الخطوة دي هتفرق معاكي جدا جدا في الاكل. وبعد كده بقى هبدأ ان انا دلوقتي اقطع الطماطم دلوقتي برضو كده طرنشات، والفلفل برضو كمثل. معايا بقى قرن الشطة ده يا دوبك كده ايه، هديله كده نصين. وبعد كده هنزله بقى على الفراخ وهبدأ ان انا اقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعض. دلوقتي احنا كنا بدري، كنا الصبح بدري. هلفها بقى دلوقتي كده بستريتش وهسيبها في التلاجة لاخر النهار لما اجي اسوي الاكل بقى، لان ضيوفي كان هياكلوا على اخر النهار. يلا بقى نبدأ ان احنا نكمل بقى بقية الاكل. دلوقتي خلاص خلصنا الفراخ ودخلناها التلاجة. يلا بقى نبدأ في بقية الاكل. معايا دلوقتي بقى كده كرنب ومعايا كوسة وبتنجان وفلفل والبصل. النهارده هنستعمل البصل كتير جدا جدا جدا. كل شويه هتلاقوني جايه لكم بصينيه بصل كل شويه، دي تاني مره. معايا البصل دلوقتي كده، هقشره برضو. وقبل ما ابدا في البصل حطيت حله من الميه على البوتاجاز علشان ان انا ايه، اسلق فيها الكرنب. وحطيت فيها نص ليمونه، لان نوعيه الحلل بتاعتي دي بتزرق. يعني ايه الميه لما بتغلي بتعلم فيها. فانا حطيت فيها كده، عصرت فيها نص ليمونه وسبتها علشان الحله ما يطبخش فيها اللون يعني وكده. وهسيبها بقى على جنب. واول ما تغلي بقى ايه، نكون احنا بقى قطعنا البصل وخرطناه كده خرط تكون كبيره شويه. نولع بقى البوتاجاز دلوقتي ونروح على البوتاجاز على طول. ايوه كده. البصل ده مأساة مأساة في الدموع والعيط. والله العظيم انا بنتي بتبقى واقفه معايا، بصي عماله تعيط يا روح. يعني مش انا لوحدي، لا وهي كمان. نولع بقى البوتاجاز كده ونحط الحله عليه
ونقلب فيه كده شويه زي ما اتعودنا طبعا مع بعض، وبعد كده نجيب الماده الدهنيه بقى وننزلها عليها على طول. معايا زيت دلوقتي بس هديله كده كام تشويحه لما اطلع كده الرطوبه اللي فيه، وبعد كده هنزل بشويه من الزيت، وكمان معايا سمنه هنزل برضو كده بمعلقتين، ونقلب بقى الكلام ده كده لحد اما البصله تدبل خالص وتحمر معايا وتاخد لون حلو. يلا بقى كده ننضف كده الشبك جنبنا، المية على العين لما تبقى تغلي بقى براحتها. وكمان الصلصة البصلية كده على النار دلوقتي كده بتحمر برضو، ايديا فيها على طول مش هفضل واقفة طبعا، فهجيب الخضرة كده وابدأ ان انا انضف فيها. طبعا يا جماعة عندنا عزومة، وكل وقت يعني كل دقيقة احنا محتاجينها وعايزينها، فلازم الواحدة تكون ايديها في كذا حاجة يعني، مش تفضل واقفة لحد ما الحاجة تخلص. تمام. افضل كده اقلب في البصله برضو ما انساهاش عشان ما تتحرقش ولا كده، عشان ما تخليش الاكل ممرر معايا. وبعد كده انضف في الخضره واروح بقى احط انقعها كده في شويه ميه، واحط عليها غطا من الخل. لما ابقى اخلص بقى براحتي تكون نزلت كل اللي فيها. هنزل بقى بالطماطم بعد ما البصله احمرت معايا. انا بحب البصله تكون حمراء خفيف، ما بحبهاش تكون محروقه يعني ايه، ما بحبهاش تكون واخده متحمره كتير يعني في اي طبيخ. بعد كده بقى شويه من الملح وشويه من السكر، فلفل اسود، بهارات، كمون، كل البهارات اللي عندك، واديلها تقليبه كده وغطى عليها. هنقلها بقى على العين التانية دي كده واسيبها بعيد. وبعد كده هجيب الحله الميه اللي هسلق فيها الكرنب الناحيه دي عشان تبقى قريبه لايديا. ونجيب بقى معايا 3 كرنبات حلوين كده، كرومبيه ب 30 جنيه اجيب بقى الكرومب بتاعي كده وهبدا ان انا اقور فيه زي ما انتم شايفين، ورقتين كده عشان نبقى نحطهم في ارضيه الحله برضو، ونشيل بقيه الورق. بجيب الكرومبايه اشيل كده منها كام ورقه من فوق اللي هم الهيشين اللي هم الخضر زياده عن اللزوم اللي مش هنحتاجهم اصلا. وبعد كده هقوم جايه عطيالها بقى تقويره كده، ايوه زي ما انتم شايفين كده، حلو قوي. هطلع بقى يعني ايه، بتبقى في حته جامده كده في النص، دي طبعا بتطلعها خالص بتتخلصي منها علشان لما تيجي تسلقيها تتسلق معاكي كده بكل سهوله. كانت الميه خلاص غلت. هنزل دلوقتي كده باول كرنبايه، وبرده ايديا شغاله في بقيه الكرنب. ايوه كده. هسيب بقى الكلام ده كده على جنب. الورقتين برضو اللي يعني بحس ان فيهم ابيض شويه، هسيبهم برضو على جنب، ابقى احشيهم كده في ارضيه الحله. بصوا الكرنب مطلع قد ايه ورق. نشيل بقى الكلام ده كده كله يترمي، وننضف كده مكاننا، ونجيب بقى بلاستيكايه، حله، اي حاجه كده فيها ميه. بصي لو انت مش يعني مش بتصوري وواقفه في المطبخ عادي، ممكن تحطي مثلا حله كبيره او بلاستيكه كبيره زي اللي قدامي دي، حطيها كده تحت الحنفيه على طول في الحوض، وطلعي كده من الكرنب من الحله، حطيه لازم يتغسل. انا يعني لازم اعمل كده، ما اعرفش ان انا اطلع على طول من حله السليق كده وان انا اقطع على طول وحشه على كده. لازم احطها في ميه بارده الاول، مش المقصد ان هي بارده بس لازم تكون ميه عشان اغسل الكرنب بعد ما يطلع من ميه السليق كمان. اول ما احس ان الكرنبايه كده يعني الورق خلاص دبل كده وبقى كويس معايا، لا مهري ولا ان هو لسه ني كده وبيشد، اطلعه على طول واحطه في الميه اغسله، وبعد كده اقطعه بقى وانا واقفه كده على طول. وجنب الصلصة طبعا برضو ايديا فيها كده مش ناسياها. خلصنا الكرنب وسلقناه، خلصنا كده من المهمة دي. نيجي بقى للكوسة والبتنجان والفلفل. الكوسة بتبقى فيها بتاع الوردة اللي بتبقى فيها دي اللي بتبقى في الآخر دي، هطلع بقى احش بقى الوردة دي منها كده. وبعد كده هروح بقى عشان اغسل الكوسة. والفلفل كمان هنضفه كده، هطلع اللي في قلبه من جوه واحطه على الكوسة، ونغسلهم بقى، ندي للكوسه غسله معتبره، لان الكوسه بيبقى فيها رمل مش زي البتنجان. البتنجان بيبقى مزحلق كده ما بيبقاش عليه رمل ولا حاجه، اقل غسله اصلا بيبقى كويس. انما الكوسه لازم تتغسل حلو جدا جدا، لو ما اتغسلتش قبل ما تقوريها مش هتعرفي تغسليها بعد ما تقوريها قوي لو الكوسه بتاعتك فيها رمل. نغسلهم كده بقى ونظبطهم ونبقى نيجي نقورهم مع بعض. الصلصه بتاعتي كانت خلاص يعني، كانت اتسبكت كده. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض لازم بنعمل الصلصة زيادة شوية، وبنشيل منهم حبة كده على جنب، ولو احتاجنا بننزل، وبالفعل هنحتاج وهنبقى ننزل شوية. بس هي عادة بقى لازم نعمل كده. كان معايا رز غسله حلو قوي، هنزله دلوقتي كده على الصلصة، وهفضل ان انا اقلب فيه.
عملنا المحشي مع بعض قبل كده وقلت لكم ان انا بحب المحشي بتاعي بالطريقه دي. في ناس بتعمله ني في ني، تغسل الرز وتقوم جاي حطها على الصلصه بعيد عن النار خالص، وتحط الخضره عليه والتوابل وكده. بس انا مش بحب كده. انا دايما وطول عمري بعمل المحشي بالطريقه دي. اظبط بقى التوابل بتاعته، الملح والبهارات وكل حاجه كده، واديله تقليبه لحد اما الرز ينشف معايا عشان يبقى مفلفل. الخضره كانت اتنقعت في الخل كده والميه، وبعد كده بقى نجيبها نقطعها بقى ايه، والرز برضو كده على النار. الكمية منها كبيرة، مش بتتعمل بسرعة. يعني عادي ممكن اسيب الرز على النار كده واقلب فيه وانا بعمل الخضرة عادي جدا. ايوه كده، بس اهم حاجة لازم تكوني مركزة وايديكي في الحاجة كده على طول. يعني ما تعمليش مثلا شغلة والحاجة التانية تنسيها تبوظيها. تمام. ايوه كده، هفضل بقى اقلب كده علشان الحله دي اصلا استلس وبتلسع الحاجه بسرعه، فلازم ايدي تكون فيها على طول. وبرضه في نفس الوقت معايا الخضره، هبدا ان انا كده اقطع فيها. ايوه كده، دبانه رخمه ومضايقاني، معلش. ايوه كده. الله على الريحه بقى، الله على الريحه بتاعه المحشي، حاجه كده تحفه بصراحه. ننزل بقى كده عليها الخضره ونقلب. خلصنا كده من الرز، يلا بقى نبدأ ان احنا دلوقتي نقور الكوسة. نخلص بقى كل الحاجات دي، يعني خلاص عملنا المحشي، الكرنب خلاص سلقناه وقطعناه. ونبدأ بقى ان احنا دلوقتي نقور في البتنجان ونقور في الكوسة ونظبط الفلفل كده، وخلصنا كمان الرز وحطينا عليه الشبت وظبطناه كده الحدق بتاعه. نخلص بقى الحاجات دي كلها ونقعد بقى ايه على رواقه كده نحشي كده خلاص. بصي، رك المحشي اتعمل خلاص كده، يعتبر ان العزومة اتعملت. اي حاجة تانية تهون بقى، اي حاجة تانية خلاص بتبقى سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة خالص. نقور دلوقتي كده الكوسة، تقويرها سهل جدا جدا. ان كان الكوسة والبتنجان، الفلفل طبعا ده ما ده عادي ده. يلا بقى نبدأ نحشي على طول. بصوا بقى، انا باخد القلب بتاع الكوسة اللي بيبقى جوه، مش قلب البتنجان، قلب الكوسة، باخده كده احطه في ارضية الحلة، وبعد كده ابدأ ان انا احشي عليه على طول. خلاص بقى استبعدنا موضوع ان احنا نقطع فلفل وبصل وحاجات من دي، قلنا الحاجة غالية ومش هنحط حاجة في ارضية الحلة طول ما الحاجة غالية كده. تمام. الحاجات اللي هنرميها في الزبالة لا، ان احنا نحطها في ارضية الحلة، وكده كده برضو هيترمي، يعني احنا مش بتاكل. تمام، سواء حطيتي فلفل وحاجات من دي كده كده هتترمي، ولو حطيت الحاجات التانية كده كده هتترمي. طالما النتيجة في الاخر واحدة، يبقى احنا نعمل الحاجة اللي مش بنصرف عليها فلوس كتير. وهنبدأ بقى ان احنا نعبي الكوسة والبتنجان والفلفل. دولت انا عملتهم وانا واقفة كده على الرخامة، وبعد كده بقى غطيت عليهم وكده خلاص خلصنا المحشي الفلفل والكوسة والبتنجان. انما بقى ايوه، نحط بقى معلقتين من الصلصه كده ونغطي عليها، وكده خلصناها كده معانا. الكرنب برضو، العصوم اللي بتبقى في الكرنب اللي هي الحته اللي انا بشيلها من فوق دي، برضو دي بتترمي، فاحنا هناخدها كده ونقطعها حتت صغيره ونحطها برضو في ارضيه الحله، ونبدا ان احنا نحشي على طول. انا عملت معاكم اول رصه كده وانا واقفه على الرخامه، وبعد كده خدت اشيائي ونزلت على الارض وقعدت وحشيت الحله. على فكره الحله اللي قدامكم دي عملاقه، والله العظيم انا بنتي ما كانت قادره تشيلها. يعني حله مش عارفه جايه صغيره في الكاميرا لا اصلا. حله والله العظيم انا اصلا يعني مش بعمل فيها، يعني انا عيناهم اصلا فوق الدولاب. لما يكون مثلا حد عنده فرح ولا عنده حاجه بيجي ياخدها مني، يجي يستلفها مني وكده. فربنا يا رب يجعل عندنا افراح ويجعل عندنا عزومات ونعمل حاجات كتيره كده. معايا بقى الفراخ دلوقتي خلاص، كنت خلاص بقى هسوي وكده. حطيت الخضار في الارض اللي هو البصل والطماطم في ارضيه الصينيه، وبعد كده رصيت الفراخ شويه بقى من البهارات كده عشان اشم الريحه بقى، عشان احس بصي، احس نفسي ان انا النهارده عندي ناس جايين وعندي عزومه بقى. عايزه كل اللي يعدي في الشارع كده الله، نورة عندها عزومه النهارده. ايوه، بتعمل اكل حلو. هنلفها بقى كده في ورق الفويل، وبعد كده هندخلها بقى الفرن على طول.
مش هعلي من فوق قوي، هوطي من فوق لان انا مش محتاجه اصلا من فوق، وبعد كده هعلي من تحت واسيبها بقى مع نفسها كده، وقرب ما تيجي تستوي خلاص استوت، هشيل الفويل ده واودي وشها تحميره كده. يلا نعمل شويه كوماج بقى اللي هو البكاكين. انا في اي عزومه لازم اعمل البكاكين دي، بعمل حاجات صغيره كده، يعني مثلا بعمل لي 2 كيلو كده علشان بيبقوا جنب الاكل. ما بحبش اشتري عيش من بره من السوبر ماركت، لازم انا اعملهم خفاف وسهلين كده وبساط، وبيطلعوا ايه حاجه كده خرافه. هنشوف دلوقتي مع بعض. معايا 2 كيلو من الدقيق، ومعايا لبن كان داخل خلاص ان هو يروب كده، هنزله عليه شوية ملح، ذرة ملح، والخميرة طبعا كنت عاملة لها اختبار، وحطيت عليها كيسين من الفانيليا، وهقلب بقى الكلام ده كله كده. وكان معايا معلقتين سمنة كنت حطاهم على النار علشان يفكوا كده. هبدأ دلوقتي بقى كده اعجن، وبعد كده هنزل بقى السمنة في الاخر. هنبقى نعمله برضو كده في فيديو منفصل لوحده، الكوماج ده او البكاكين. بس انا قلت نشوفه النهارده مع بعض مع اننا عاملاه، فقلت ايه نشوفه كده على السريع برضو مع بعض. عجنت العجينه حلوه جدا، غطيتها بكيس وهسيبها لما تخمر. على ما تخمر بقى مش هنفضل قاعدين. يلا بينا بقى كده حله كده على النار، وهنزل فيها ماده دهنيه، ومعايا لسان عصفور. مش هعمل لسان العصفور زي الشوربه، لا هنعمله زي الرز. نفتح بس الاكياس كده علشان نفضيهم هما التلاتة مع بعض، ما نفضيش كيس على ما نفتح الكيس التاني يكون ده احمر. فاهمين انتوا؟ نفتح التلات اكياس مع بعض او ايا كان الكمية اللي معاكي، وبعد كده تفضيهم مع بعض. ونبدأ بقى كده نقلب فيهم، نقلب ايدينا فيهم على طول علشان مفيش واحدة تتحرق وواحدة تفضل بيضة. شفت بقى اللون الحلو ده كله موحد، مفيش حاجة محروقة وحاجة بيضة. تمام. خلاص ما كنتش هزيده برضو دلوقتي، يعني انا قلبته كده وحمرته وهسيبه على جنب لما ميعاد الاكل يجي، لان ده بيتعمل اخر حاجه. تمام. العجين بتاعي كان خمر حلو قوي. يلا بقى دلوقتي نقطعه. بخلي القطعه كده مش صغيره زي الليمونه، لا بتبقى ايه، بتبقى قد ايه يا اقول لكم ايه مش عارفه، بتبقى يعني قد البرتقانيه كده بس الصغيره خالص كده، ماشي قد اليوسفي كده اللي هو الصغير ده. واسيبه بقى كده واغطيه طبعا بكيس عشان برضو ما ينشفش وما يقشفش معايا لما اخلص الكميه اللي معايا كلها. حلوه كده، ما بياخدش وقت والله بجد. الكماج ده واللي شوف العجينه عامله ازاي، حاجه كده طريه وناعمه، وحاجه بصي حاجه تحب اصلا ان انت تعمليها والله بجد، ملمسها حلو قوي. معايا بقى صينيه، معايا صواني اللي هي الكبيره اللي هم بصوا بتوع ايام زمان، اللي هم الصواني الكبيره قوي دي. رشتها كده رشه خفيفه خالص من الدقيق، وبجيب بقى اول عجين انا بدات ان انا اقرصه او اقطعه، هجيبه بقى كده واحط تحتيه وفوقيه كده دقيق، وبالفريره ديت، وهبدا ان انا اخليها كده قد كف ايديكي. عايزه تعمليه مدور تمام، عايزه تعمليه طويل حلو. ايوه كده. هجيب كده اول عجين انا كورته، هبدا ان انا كده بططه بايديا، وبعد كده بالفريره وهديله كده ايه, إيه هعمله كده بالفريره، واحطه بقى على الصواني واغطيه بخلقه عندك تكون نظيفه كده مخصصاها للعيش. بص بقى الجمال، ايه رايك في الحلاوه دي؟ حاجه كده تحفه، حاجه كده طريه، حاجه تدوب في البق، حاجه ريحتها حلوه بجد والله، وسهله وبسيطه. يعني اي حد ممكن يعملها، حتى لو مالكيش في العجين والخبيز والحاجات ده قد كده، لا ممكن تعمليها بكل سهوله. بصي قد ايه قابب وحلو الواحد، حاجه كده بصي يعني تحطيها كده ما شاء الله تتنفخ معاكي كده في ثانيه على طول. الف هنا وشفا طبعا لاي حد كل منها واي حد داق منها، وجربيها والله على ضمانتي ان شاء الله تبقى حلوه جدا. حتى لو مالكيش في المعجنات قد كده، لا هيبقى حلو معاكي. نبدأ بقى ان احنا نحط كده على طول ونطلعه، وساعة بقى ما اطلعه واخلص خالص، اجيب بقى في الاخر خالص كده اجيب خلقة تكون نضيفة معايا، وبعد كده امسحه من فوق ومن تحت، واحطه بقى كده ايه واغطي عليه عشان يفضل سخن كده ساعة الاكل. خلصنا كده من الكماك او البكاكين. يلا بقى كده نعمل طاجن حلو قوي علشان برضو كده ايه يكون جنب الاكل. معايا بطاطس ومعايا بصل، مش بقول لكم ان انا دخلت لكم كتير قوي بالصينيه في الفيديو ده. معايا كده البصل ومعايا البطاطس ومعايا كده قرون من الشطه، دي بقى انا بعشقها. انا بصي يعني يمكن انا بحب كده اطلع من ده واكل كده، حاجه تحفه بصراحه. هنقشر كده البصل وهنقشر البطاطس كمان. ايوه. يلا بقى نجيب الطاجن الاثري بتاعنا. الطاجن ده انا مش عارفه انا جايباه من امتى اصلا، من كتر ما هو قديم جدا عندي، انا مش فاكره اصلا انا جبته امتى ده. فحلو جدا الاكل بيطلع فيه زي السكر.
يلا بقى كده قطعت البصل برضو جوانح، وهبدأ ان انا انزل عليها البهارات والملح والكمون وكده يعني، ونتبل بقى البصل، ونبدأ ان احنا برضو ايه نديله الهرسة او الدعكة بتاعتنا المعتادة، ونقطع بقى عليها البصل، نعمل طاجن بطاطس بالبصل، حاجة كده تحفة، ريحتها تجيب اخر الدنيا جنب الاكل بقى. بما ان الاكل بتاعنا النهارده ما فيهوش طبيخ وما فيهوش شوربه وما فيهوش ملوخيه وحاجات بقى كده، بما اننا ان احنا في الصيف طبعا عايزين اكل كده نواشف، فهنعمل جنبه كده طاجن من البطاطس برضو ناشف. هننزل بقى، كنت خلطه طماطم هنزلها بقى كده عليه، وقرون الفلفل ديت هنزلها برضو كده اهو. الله عليه، حاجه كده تحفه بصراحه. هدخلها بقى الفرن دلوقتي عن حبتين بقى من الحبهان وواحده كده من الورق اللورا، وهدخل بقى الكلام ده كده ايه في الفرن. وبعد ما يغلي كده هنزل عليها شويه من الزيت على معلقه سمنه كده في الاخر خالص فوق الوش بقى يديلها ريحه كده. خلاص كنا قربنا على ميعاد الغدا، فهنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نسوي الاكل. وحطيت صحيح مرق الدجاج على طاجن البطاطس ده. زدت الشوربه دلوقتي للمحشي وحطيتها على النار. يلا بقى نعمل كده الحق رز معمر. الميه، الفيديو ده كبيره قوي. غسلت الرز وحطيت عليه اللبن فقط لا غير، وبعد كده دخلته في الفرن. ساعه ما غلى كده واتشرب طلعته وحطيت عليه الزيت والسمنه. لسان العصفور اللي احنا كنا محمرينه يا دوبك دلوقتي كده حطيت عليه البهارات وحطيته على البوتاجاز، سويته يعني. وكنت سويت كده المحشي، وسويت المحشي اللي هو اسمه ايه، البتاع الكوسه والبتنجان. كنت سويت الاكل كله، وجينا دلوقتي بقى وقت الغرف. بنتي كانت بتاخد مني الاكل، احنا ما حطيناش على السفره ولا حاجه، فرشنا كده في الارضيه، حطينا حاجه كده في الارض، لان ربنا يخلي كانوا ضيوف كتار النهارده، السفره ما كانتش هتاخدهم، فحطينا كده في الارض. وبعد كده جبت اطباقي بقى، وهنبدا على طول ان احنا نغرف الاكل بتاعنا. شفت الرز قد ايه جميل، الرز حلو قوي ومفلفل وطعمه وريحته تحفه. شويه المحشي كانوا الف هنا وشفا لاي حد كل منهم، ومحشي الكوسه والكرنب، الكوسه والبتنجان والفلفل، وكمان لسان العصفور كمان كان تحفه جدا. وصينيه البطاطس، طاجن البطاطس برضو كان طعمه حلو قوي، والفراخ برضو كده بقى ايه، اغرف بقى كده. وظبطت المكان اللي طبعا اللي هيقعدوا فيه. وبعد كده بقى ايه، بقيت اغرف وبنتي تاخد الاكل من ورايا وتحول على طول. هنشوف برضو كده، هنروح برضو هناك ونشوف برضو كده الاكل كان شكله ايه. والبكاكين اللي انا عملتها او الكماج اللي انا عملته ما حطتوش، ما سبتوش كده في الهوا، لا طبعا لازم بتحطيه في اكياس علشان ايه يفضل طري وحلو. تمام. هنشوف برضو كل حاجة دلوقتي مع بعض. وكنت عملت لهم كيكه على فكره، بس ما صورتهاش بقى، قلت يعني الفيديو مش متحمل، خلينا كده في الاكل وخلاص. بس كنت عملت صينيه كيكه كده حطيتها علشان بعد الغدا كده نعمل بقى كام كوبايه شاي كده، ونحط طبقين من الكيكه، حاجه حلوه كده. يلا بقى ايه نغرف المحشي. البتاع الحله كانت سخنه نار لانها كبيره اصلا وما كنتش متحكمه فيها، وحاجه كانت صعبه بصراحه. بص بقى شكل الاكل حلو ازاي، والكماك حطيناه في الكيس وحطينا مخلل، والرز كله واللسان العصفور والبطاطس وكل حاجه عملناها مع بعض حطيناها. الف هنا وشفا لاي حد كل منهم اي حاجه. السلام عليكم.